اهلا بيكم يا شباب ويا بنات سكندري 2. يا رب تكونوا كلكم كويسين. زنقة البوبي، مش هتقول زنقة الكلب علشان عيب نشتم الناس ونشتم الطلبة الحلوة الجدعان بتوعنا اللي داخلين دلوقتي عشان خاطر يلموا على قد ما يقدروا. حبايب قلبي بإذن الله هلملكوا كل حاجة في الفيديو دوت تخص البيور ماثيماتكس، وكمان هراجع لك كل القوانين. اتمنى يا صديقي تكون مركز معايا وما تسرحش. لو انت من الناس اللي بتزهق قطع الفيديو ده، بس اعتقد ان انت ما عندكش وقت لكل التقطيع ده، لان تقريبا امتحانك يا اما بكره يا اما بعد يومين، يا اما انت اصلا عاوز تلم الدنيا بسرعه. الدرس الاول بيتكلم عن السيكونسز. مفيش قوانين معينه، مفيش اي رولز في الدرس الاول، بس هو بيفهمك ان السيكونس دي حاجه لطيفه جدا. وتعالوا نشوف اول سؤال مع بعض. بيقول لك الانث ترم هي عباره عن 2 5 8 and so on. لو سمحت يا صديقي، انهي واحده من الاربعه دول هي الجنرال تيرم؟ مش هعرف اعمل اي حاجه في الدنيا غير اني اجرب ازاي؟ اجيب اول حاجه تي 1، يبقى اقول 3 باي 1 بلس ال 1. حضرتك عملت ايه؟ شلت الان حطيت مكانها 1. 3 باي 1 ب 3 بلس ال 1 تبقى الاجابه 4. هل السيكونس بتاعتي بدايتها 4؟ لا، ما تكملش. هات لي هنا تي 1. 3 باي 1 ماينس ال 1 تطلع اجابتها 2. البدايه صح جدا. طب هات لي تي 2، يبقى 3 باي 5. ايه اللي انا بكتبه دوت؟ المفروض 3 باي 2 ماينس ال 1 تطلع الاجابه 5. يا سلام. طب هات لي كمان تي 3. 3 باي 3 ماينس ال 1 تطلع الاجابه 8. اعتقد انك اجابه صح جدا. تعالوا كده نشوف اللي بعدها. التي 1 2 باي 1 ماينس 1 تطلع اجابتها 1. البدايه غلط. طب هات لي هنا التي 1. 2 باي 1 بلس ال 1 تطلع اجابتها 3، وبرضه البدايه غلط. اجابه السؤال الاول بي. تعالوا نشوف اللي بعدها. نفس الفكره تاني ولكن الجنرال تيرم مختلف. نجيب التي 1. 2 باي 1 تبقى اجابتها 2. 2 باي 2 اجابتها 4. 2 باي 3 اجابتها 6. استاذنك مستر تيمو ما تكملش. نشوف اللي بعدها. 4 باي 1 equal 4 minus 2 تبقى ب 2. 4 باي 2 تبقى ب 8. 8 minus 2 تبقى ب 6. استأذنك مستر تيمو ما تكملش لأن هي مش صح. 1 بلس ال 1 إجابتها 2. 2 بلس ال 1 إجابتها 3. استأذنك مستر تيمو ما تكملش. 3 باي 1 equal 3 minus 1 تبقى 2. 3 باي 2 equal 6. 6 minus ال 1 تبقى ب 5. يا سلام سلم، ماشية كويس. 3 باي 3 equal 9 minus 1 تبقى ب 8. خلاص يا مستر أنا اتأكدت إن الإجابة هي دي. أوكي يا صديقي، من الحاجات اللي عايزك تفتكرها في الدرس الأول إن في حاجة اسمها alternate sequence. alternating sequence. ايه هي الالترنيتنج سيكونس؟ الالترنيتنج سيكونس هي سيكونس مره بوزيتيف ومره نيجاتيف، مره بوزيتيف ومره نيجاتيف، مره بوزيتيف ومره نيجاتيف. والسيكونس دي كانت مشهوره جدا. انك لو شفت الجزئيه دي في الجنرال تيرم اعرف ان هي alternating sequence. طبعا اول واحده مش صح خالص، تاني واحده صح جدا لان ظهر فيها الجزئيه اللي لما بشوفها بعرف ان دي alternating. مستر طب ما تفكرنا كمان بعد اذنك بانواع السيكونسز. السيكونسز في منها الانكريزنج اللي هي دايما الرقم بيزيد زي 2 4 6 8 and so on. في منها كمان الديكريزنج اللي هو دايما بيقل، اللي هو مثلا هتلاقيه 10 8 6 4 and so on. وفي منها الكونستانت. ايه الكونستانت دوت يا مستر؟ اللي هو الثابت، اللي هو دايما 3 مثلا، او دايما 5، او دايما اي رقم. واخيرا كان في حاجه اسمها الالترنيتنج ماتريسيز. الماتريسيز ايه؟ alternating sequences اللي هي مره نيجاتيف ومره بوزيتيف، مره نيجاتيف ومره بوزيتيف.
وطبعا الالترنيتنج دي كنت بعرفها لما يكون في نيجاتيف 1 عليها باور ان، زي مثلا نيجاتيف 1 4 نيجاتيف زي اللي هو مديها لك بالظبط. اوكي يا حبايب قلبي، اوكي يا مستر تيم، وانا كده خلاص رجعت لي انواع السيكونسز. يلا نشوف اللي بعده. استكمالا للجنرال تيرم، يلا نجرب. 9 باي 1 equal 9، 9 باي 2 equal 18. استأذنك مستر تيمو ما تكملش. 10، يلا نجرب. اول حاجة تي 1 يبقى 10 باور 1 ماينس ال 1 تطلع الإجابة 9. البداية صح جدا. تي باور 2 سوري تي 2 يبقى 10 باور 2 ماينس ال 2 تطلع الإجابة 98. زي الفل، شكلها ماشية كويس موت. يلا هات تي 3، 10 باور 3 اللي هي تطلع 1000 ماينس 3 تطلع 997. خلاص يا مستر ما تكملش. عايز اقف عند حاجة واقول لك ان ال n belong لل z. تعرفوا يا شباب ان الدومين بتاع السيكونسز اللي في العالم كله z بوزيتيف، لان دايما لما باجي اعوض بعوض ب 1 او بعوض ب 2 او بعوض ب 3. ما ينفعش اعوض بزيرو لان مفيش ترم اسمه زيرو، وما ينفعش اعوض برقم نيجاتيف لان مفيش ترم بالنيجاتيف. فدايما يا شباب ال n belong لل z بوزيتيف. لو سألني على الدومين هكتب ان الدومين z بوزيتيف. اوكي يا مستر، الطلب اللي بعده بيقول لك انا عاوز السكس تيرم. يعني ايه السكس تيرم؟ السكس تيرم دي يعني كأني بسألك على الترم السادس. الترم السادس يعني كأني بقول لك عوض الان ب 6. سهلة موت يا مستر. يبقى نيجاتيف 1 باور 6 اوفر 2 ملتبلاي 6. تطلع الإجابة فوق ب 1 وتحت تطلع الإجابة ب 12، والإجابة هتكون الاختيار الثالث. اوكي يا مستر، السؤال اللي بعده بيقول لك ان الجنرال تيرم بتاعت السيكونس اسمها تي ان ايكوال 3. يلا يا مستر لو سمحت هات لي تي 1. هنشيل كل ان نحط مكانها 1. واحد يا مستر حضرتك مجنون؟ حبيبي ليه بتشتمني؟ انا عملت لك ايه في حياتي؟ هو عشان انا ما جبتلكش ان في الجنرال تيرم فانت بتتهمني بالجنون؟ طب انا اعمل ايه؟ يعني حضرتك عاوز تفهمني ان الترم الاول ب 3، طب والترم الثاني برضه ب 3، طب والترم الثالث ب 3. انا فهمت كده يا مستر. دي الكونستانت سيكونس، السيكونس اللي ما بتتغيرش، عمرها ما بتتغير. صح يا صاحبي، هي دايما 3. صديقي مفاجأة جميلة، أنا كده يعتبر خلصت مراجعة على الدرس الأول. الدرس الثاني يا صديقي كان بيتكلم عن السيريس اند سميشن نوتيشن. كل الأسئلة بتاعت الدرس ده من أوله لآخره بتتحل بالكالكوليتر، بتتحل بالتجربة، وهوريك بعينك إن القصة اللي أنا بتكلم فيها دي حقيقية جدا جدا. تعال نشوف. اديني بس فرصة يا صديقي احضر الكالكوليتر، اديني 13 ثانية بالظبط. يلا بينا يا ابو الصحاب نبدأ مع بعض المسائل الكيوت القمرة التحفة اللي عندنا. اول حاجة بيقول لك the value of the series summation notation 7، والبداية عندك ب 3. افهمك بس يا صديقي بسرعة كده شوية حاجات افكرك بيها. دي البداية بتاعتك، يعني انت اول تعويضة هتعملها هي 3. يعني تكتب كده 3 باور 2 3 باور 2 ماينس 4 باي 3. لما عوضت ب 3 طلعت اول اجابة نيجاتيف 3. وبعد كده تعوض ب 4 فتكتب 4 باور 2، 4 باور 2 ماينس 4 باي 4 تطلع الاجابة 0. وبعد كده تعوض فاهم حاجه يا صديقي؟ طب هفضل اعوض لحد امتى؟ هفضل اعوض لحد ما اوصل ل 7. يعني البدايه بتاعتي دي لما انا عوضت ب 3،
دي لما انا عوضت ب4، كمل عوض ب5، كمل عوض ب6، كمل عوض ب7، اكمل لا خلاص. وبعد كده بيقول لك انا اعمل بلس ده بتاع ده كله. طبعا انا مش هعمل كل العبث ده، انا هستخدم الكالكوليتر. هستخدم الكالكوليتر ازاي؟ هدوس على زرار اسمه شيفت لوج، ولوج دي هتلاقيها في الكالكوليتر من فوق على اليمين خالص. دوست شيفت لوج يا صاحبي، دوست. يلا اطلع فوق واكتب، او ابدأ الاول تحت، اكتب تحت 3 واطلع فوق واكتب لي 7. طيب ركز بقى يا صاحبي عشان هقول لك على حاجه مهمه جدا. اي ار موجوده هتبدلها باكس، يعني تكتب الفابت اكس سكوير ماينس 4 الفابت اكس وتدوس ايكوال، طلعت الاجابه ب 35 في ثانيه الا ثانيه. يعني انت لا هتجيب واحده واحده ولا هتعمل كل العبث اللي انت كنت بتفكر فيه. يلا واحده كمان مره، كالكوليتر، ها، شيفت لوج، اكتب تحت 5، اكتب تحت 5، اكتب فوق 12، يعني اول تعويضه ب 5 واخر تعويضه ب 12، وبعد كده اكتب لنا 3 ملتبلاي 2 واقفل البراكت واعمل عليها باور الفابت اكس ماينس 1. تطلع الاجابه 12240. تحفه يا مستر، جامد قوي الدرس اللي بيتحل بالكالكوليتر ده. نشوف بقى دي مع بعض يا حبايب قلبي، علشان دي فيها فكره مختلفه سنه. اوكي، يلا اكتب على الكالكوليتر summation r equal 1 واكتب فوق 25 واكتب هنا 3 بلس. خلي بالك بقى انا هعمل بوكس كده، والار احنا هنكتبها اكس كده كده على الكالكوليتر، ودي زي ما دي اكس برضه. استنى بقى يا صديقي، استنى خليك معايا، واكتب equal 100. السؤال ده اسهل طريقه لحله هي التجربه. يعني ايه التجربه؟ شايف المربع اللي انا عامله فاضي ده؟ انت هتحط مكانه كل الاجابات. هتجرب مره 25 ومره 13 ومره 1 اوفر 13 ومره 1 اوفر 25، وبعدين هتكتبها كلها على الكالكوليتر. اول ما الاجابه تطلع لك 100 يبقى انت كده جاوبت صح. طيب مستر انا هجرب، ممكن اغششكم حاجه؟ انا تقريبا عارف الاجابه، استنوا هتاكد وهقول لكم ايه الاجابه على طول. انت عايز تجرب واحده واحده؟ يلا بينا. يلا اول حاجه نكتب تحت 1، ونكتب في المكان اللي فوق 25. يلا بينا نجرب الارقام بقى اللي جوه. نكتب براكت 3 بلس، استنى انا مش هقول غير لحد اما اجرب، مش هقول لحد اما اجرب. الله عليك يا مستر تيمو، من اول مره جربت صح. لو جربت 1 اوفر 13 تطلع الاجابه ب 100، وساعتها تبقى هي دي الاجابه الصح، وتبقى انت جاوبت على السؤال بمنتهى السهوله. طب انت تعمل ايه في الامتحان؟ تجرب كل الاجابات لحد ما تظبط. يلا اخر مره تقريبا، كالكوليتر شيفت لوج، اكتب تحت 1، اكتب فوق 15، واكتب هنا مكان كل ار اكتب اكس، يبقى الفابت اكس سكوير بلس الفابت اكس بلس 1. طلعت الاجابه 1375 بالتجربه يا اصدقائي، بالتجربه يا اصدقائي. لسه للاسف في سؤال كمان. شيفت لوج، اكتب تحت 1، واكتب فوق السؤال ده برضو محتاج تركز، انك هتجرب مكان الان اللي فوق دي، هتجرب مكان الان فوق دي الاجابات. فانا هجرب اول حاجه 2. المهم ان انا كتبت 2 الفابت اكس ماينس 3، طلعت الاجابه 0. يعني لما جربت كتبت كده، ها، طلعت الاجابه بزيرو. طب هجرب اشيل الايه، ال2 اللي فوق دي واحط مكانها 4. لما جربت الار ايكوال 1 وحطيت هنا 4 وكتبت 2 اكس يعني ماينس ال 3، طلعت لي الاجابه 8. لا مش هي برضو، هجرب ال 8 طلعت لي دي 48. اما اجرب بقى ال 10 اخر حاجه. الله عليك يا مستر تيمو، ظبطت. لما جربت مين؟ لما جربت مكان ال ان 10. قشطه. يبقى السؤالين اللي جم كان مره كنت بجرب الكي ومره كنت بجرب الان. السؤال ده لزوز قوي، السؤال ده
كيوت جدا. بص يا حبيب قلبي، شايف الحاجه اللي هو طالبها؟ شايفها يا مستر. حضرتك شايف الفور دي؟ من حقك ايه؟ من حقك تطردها قبل السيجما، يعني من حقك تكتبها كده. يا مستر طب انا هستفاد ايه؟ لا هتستفاد جامد قوي. هقول لك هتستفاد ايه. ان المنظر ده معاك، ان المنظر ده معاك اهوت. ايوه برافو عليك. يبقى هكتب 4 باي 153. تبقى كده جبنا الاجابه 4 باي 153 تطلع 612. فهمت يا مستر؟ يعني انا من حقي لو عندي رقم لازق في الار اطرده قبل السيجما. طب وبعدين هبص الاقي ان اللي متبقي معايا، اللي متبقي معايا. الله، كده احنا خلصنا الدرس الثاني في الالجبرا. يلا نشوف الدرس الثالث. للاسف بقى الدرس ده فيه قوانين. اهم قانون عندنا في الدنيا دي هي ان الجنرال تيرم بتاع الارثماتيك سيكونس بيكون عبارة عن A بلس N minus 1 باي D. ايه هي ال A؟ الفيرست تيرم. ايه هي ال N؟ الاوردر، الترتيب. ايه هو الدي؟ الديفرنس. ده اهم قانون عندنا في الدرس ده. اقول لك على حاجه، ده تقريبا القانون الوحيد اللي موجود في الدرس ده، عكس الدرس اللي بعده مليان قوانين. يلا بينا كده نركز مع بعضينا ثانيه كده اهو. انا عايزك كمان تعرف حاجه سهله قوي، ان الثيرد تيرم هو A بلس 2D. طب الفيفث تيرم هو A بلس 4D. طب التنث تيرم هيكون A بلس 9D. أظن إن أنت فهمت اللعبة. لو أنا بتكلم على الترم الثالث يبقى هتقلل رقم وتكتب A بلس 2D. لو الترم الخامس يبقى A بلس 4D and so on and so on and so on. يلا نشوف مع بعض المسألة الأولى. يلا. أول فكرة جامدة قوي اتكررت تقريبا 4 أو 5 مرات في امتحانات الفاينل السابقة. بيقول لك the number of terms، عاوز يعرف عدد الترمات. وللأسف يا مستر مش مديني أي حاجة غير السيكونس. طب يا مستر ما أنا هعرف أطلع حاجات كتيرة قوي. أولا دي الإيه بكام؟ ب5. حضرتك لو عاوز تعرف تجيب الدي اعمل ده ماينس ده، يعني اعمل 9 ماينس 5 تطلع اجابتها كام؟ تطلع اجابتها 4. يبقى انت كده معاك الاي ومعاك الدي. طيب علشان تعرف عددهم اعرف الترم الاخير هو ترتيبه الكام. بالراحه كده، عشان انت عندك شويه تربات. عايز تعرف عددهم اعرف اخر واحد هو كام. يعني ده تي 1 وده تي 2 وده تي 3 and so on. لو عرفت بقى ده الترتيب بتاعه كام يبقى انت عرفت هما كام ترم. يعني لو جينا كتبنا القانون، ادي يا مستر القانون اهو. الترم نفسه معانا ب 205. الايه معانا ب 5. الان للاسف هو ده التارجت، هو ده الهدف، هو ده اللي انا عاوز اجيبه. طب والدي بكام؟ ب 4. لو سمحت يا صديقي امسك الكالكوليتور بتاعتك واعمل لنا حته شيفت كالك بس حط بدل الان حط ايه؟ اكس. انا حسبتها طلع لي ان الان ب 51. يبقى الاخير ترتيبه ال 51، يبقى عددهم 51. انا خلصت. هي انا خلصت. نشوف اللي بعده. حلو قوي السؤال دوت وجميل وكيوت وقبر. الارثماتيك سيكونس عدد ترماتهم قد. ايوه وبعدين يعني فايه؟ فبص بقى، الميدل تيرم بيتجاب ازاي في الارثماتيك سيكونس؟ بتجيب اول تيرم واخر تيرم وبتعمل لهم بلس الكلام ده كله اوفر ايه؟ اوفر 2. ماشي الكلام؟ تاني كده يا مستر معلش، علشان تجيب الميدل تيرم انت محتاج تعمل ايه؟ تجيب اول ترم واخر ترم
وتعمل لهم بلس اوفر اوفر 2. دي ثابته؟ اه ثابته يا مستر. طب يلا بينا. يبقى احنا هنعمل ايه؟ 122 بلس نيجاتيف 18 كل ده اوفر 2. يلا بينا نشوف. يلا بينا نشوف. يبقى 122 بلس نيجاتيف 18 اوفر 2 تطلع الإجابة 52. السؤال اللي بعده تقريبا نفس الفكرة بالظبط. تمام؟ السؤال اللي بعده نفس الفكرة بالظبط. هناخد دوت وهناخد دوت نعمل لهم بلس اوفر 2 تطلع 65. تطلع كام؟ 65. تحفة يا مستر تحفة. حضرتك فكرتني بالميدل كان بيتجاب ازاي. يلا بينا بقى نبدأ الشغل اللي بجد. بيقول لك أنا عاوز الأوردر بتاع اللاست بوزيتيف تيرم. يعني إيه لاست بوزيتيف تيرم؟ يعني آخر ترم بوزيتيف. آخر ترم بوزيتيف. طب مستر أستأذنك الأول تطلع لي كل الحاجات اللي تعرف تجيبها. الإيه بكام؟ طب والدي؟ هعمل ده ماينس ده. 93 ماينس 96 تطلع الإجابة بنيجاتيف 3. ده الدي. أوكي مش عايز أكتر من كده. إيه الجنرال تيرم A بلس N ماينس 1 دي؟ خلي بالك اخر واحد بوزيتيف يعني هو بوزيتيف. اخر واحد بوزيتيف يعني هو بوزيتيف. يعني اكبر من الزيرو. ما هو بوزيتيف يعني اكبر من الزيرو. الاي ب 96. الان معرفش ماينس ال1 باي دي اللي هي نيجاتيف 3 اكبر من الزيرو. ونحل الانيكواليتي دي خطوه بخطوه. اول حاجه هطردها هي ال 96 تروح بالايه؟ تروح بالماينس. بعد كده النيجاتيف 3 بالباي هتروح بالايه؟ بالديفايدد. بس خلي بالك خلي بالك هنعكس بق السمكه. لما يكون الديفرنس بالنيجاتيف بنعكس بق السمكه. ماشي. وبعد كده هعمل ايه؟ هودي الماينس 1 الناحيه التانيه بالبلس. ونحسب. طلعت الإجابة ال N أصغر من ال 33. مين الرقم اللي أصغر من ال 33 على طول؟ ها ال 32. بس كده خلاص. بس كده خلاص. لو قال لك last positive term يبقى لازم يكون أكبر من الزيرو. لازم يكون أكبر من مين؟ الزيرو. بعد كده السؤالين دول تقريبا نفس الفكرة بالظبط. بيقول لك إن ده arithmetic sequence. في الارثمتيك سيكونس يا صديقي لو عملت ده ماينس ده يكون ايكوال ده ماينس ده. ايوه ما اصل الديفرنس ثابت. يعني انت لو عملت 4x ماينس 38 هتبقى ايكوال 7 ماينس ايه؟ 7 ماينس اكس. 7 ماينس اكس اديها حته شيفت كالك هتجيب لك الاجابه على طول. 4 الفابت اكس ماينس 38 الفابت ايكوال 7 ماينس الفابت اكس. طلعت الاكس بكام؟ طلعت الاكس ب 9. السؤال اللي بعده نفس الفكره بالظبط بس خليك ذكي بقى عشان خاطر ربنا. طبعا انت عندك ادي ترم ودي ترم ودي ترم ودي ترم. خليك ذكي. ليه بقول خليك ذكي؟ هقول انت لو عملت التاني ماينس الاولاني والتالت ماينس التاني هتلاقي ان عندك اتنين unknown اكس وواي. لكن انا لو قررت اشتغل على دول انا حياتي هتبقى تحفه. قول لي ليه؟ اصل ساعتها هيكون فيها unknown واحد بس. بص كده جرب معايا. y بلس ال 7 ماينس ال 10 ايكوال انا عملت ده ماينس ده هيكون ايكوال 26 ماينس y بلس ال 7. وخلي بالك لازم احطها جوه براكت وممكن احط دي جوه براكت برضو. بص بقى يا صاحبي دي كده ايكويشن فيها unknown واحد. تعرف تعملها بالكالكوليتر؟ اعرف اعملها جدا. انا بعملها اهو 26 ماينس افتح براكت الفابت اكس بلس ال 7 واقفل البراكت. طلع لي الاكس طلع لي الواي. خلي بالك هو قايل لك اكس بس احنا شغالين على الواي. عباره عن 12.5. 12.8.5. طيب ركز بقى معايا كويس قوي. ادي اكس ماينس 5 اللي بعده هيبقى اسمه 10 اللي بعده بقى هيبقى اسمه ايه؟ 12.5 بلس 7 هتطلع 19.5.
هيطلع اللي بعده 26. حد خد باله من حاجة؟ حد خد باله من حاجة؟ إن أنا لو حسبت ده ماينس ده هيطلع 9.5، ولو حسبت 26 ماينس 19.5 هتطلع 6.5. في حاجة غلط يا أصدقائي، ادوني فرصة أعمل حاجة بس تانية. استأذنكم أعمل الشيفت كالك تاني. بلس ال 7 كل ده ماينس ال 10 الفابت ايكوال 26 ماينس. أنا آسف يا شباب، الإجابة طلعت لي 10.5. الإجابة طلعت لي 10.5. أتأكد مرة أخيرة، أنا غلطت تاني، أنا آسف، ثانية واحدة. أنا آسف يا شباب، حقكم عليا جدا 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 جدا. الإجابة طلعت لي 11. الإجابة طلعت لي 11. الإجابة طلعت لي 11. لما حسبتها تاني طلعت لي الإجابة ب 11. يعني كده دي 11 بلس ال 7 تطلع الإجابة ب 18. أنا كده فهمت حاجة كويس جدا، إن كل مرة بيزود 8. بص، ال 8 ال 8 لما زودناها على ال 10 بقت 18، ولما زودت 8 كمان على ال 18 طلعت 26. يبقى أكيد الرقم اللي هنا ده، أكيد الرقم اللي هنا ده لما زودت عليه 8، لما زودت عليه 8 طلع لي ب 10. مين الرقم اللي لو زودت عليه 8 يدي لك 10؟ ال2. يبقى الترم ده لازم يطلع 2، يعني اكس ماينس 5 لازم تطلع ب 2. هترد ده الناحيه الثانيه، يبقى 2 بلس ال 5 تطلع الاجابه 7. يبقى كده الاكس ب 7 والواي ب 11. يلا اعمل لهم ماينس. يبقى 11 ماينس ال 7 تطلع الاجابه 4. تطلع الاجابه 4. تطلع الاجابه 4. الاجابه بتاعت السؤال ده 4. يلا بينا. اولا مديلك سيكونس الاي ب 3 والدي اعرف احسبها، ده ماينس ده 6 ماينس 3 تطلع الاجابه ب 3. بيقول لك انا عاوز الترم اللي بيطلع بكام 150. لو كتبت القانون تي ان ايكوال اي بلس ان ماينس 1 باي دي، الترم ب 150، الاي ب 3، الان انا عاوز احسبها، الدي ب 3، واعملها بالشيفت كالك 150 الفابت ايكوال 3 بلس افتح براكت الفابت اكس ماينس 1 اقفل براكت باي 3. طلعت ان الان ب 50، يبقى اجابه السؤال تي 50. حلو السؤال ده وسهل. ماشي، يلا بقى نشوف السؤال اللي بعده. يقول لك ايه؟ ان السفنث ترم ب 18. افكرك بقى بحاجه، ان السفنث ترم هو a بلس 6d ايكوال 18. وراح قال لك ان الترم ال 15 بكده. يا سلام، a بلس 14. ليه قلت 14؟ رجعت خطوه لورا عن ال 15 ايكوال 30 ايه 4. دول اتنين ايكويشن فيهم اتنين unknown يتعملوا بالكالكوليتر عن طريق مود 5 1. يلا مود 5 1 6 18 1 14 34. الاي اللي هي اكس طلعت لك على الكتير طلعت ب 6، والدي طلعت لنا ب 2. هنعمل ايه دلوقتي؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. ادي 6 8 قول، كمل 10 12. خلاص ما تكملش، هو كان عاوز السيكونس نفسها، انا كده كونت له ذا سيكونس. هي دي ذا سيكونس، هي دي. البدايه كانت 6 وكل مره كنت بزود 2. زي الفل يا مستر، سؤال سهل جدا. نشوف اللي بعدها. The last positive term. يعني ايه positive term؟ يعني اكبر من الزيرو. طبعا دي الاي والدي بعرف احسبها، ده ماينس ده. 25 ماينس 28 تطلع نيجاتيف 3. يلا بينا. a بلس n ماينس 1 دي، ال a ب 28 بلس ال n معرفهاش، الدي هتبقى بنيجاتيف 3. اول حاجه هطردها هي 28.
تروح بالنيجاتيف، بعد كده النيجاتيف 3 تروح بالديفايدد، بس خلي بالك هعكس بق السمكة، خلي بالك هعكس بق السمكة. طب بعد كده هعمل ايه؟ هطرد الماينس 1، الماينس 1 تروح بالايه؟ بالبلس، فالان هتكون سمولر ذان، استنى احسبها. طلعت لي 10، طلعت لي 10.3، طلعت لي 10.3. فلما طلعت لي 10.3 انا عاوز الرقم اللي اصغر منها، اول رقم هول اصغر من ال 10.5 هو ال 10، اول رقم اصغر من ال 10.5 هو ال 10، يبقى التي 10 هي الاجابه. طب عايز الفيرست نيجاتيف ترم، برضو نيجاتيف دي يعني ايه؟ يعني اصغر من الزيرو اهو، يبقى a بلس n ماينس 1 في دي، ال a اهي 35، والدي لو عملت ده ماينس ده يطلع لي نيجاتيف 2، يبقى كده 35 بلس n ماينس 1 باي نيجاتيف 2. هنطرد اول حاجه ال 35 تروح بالنيجاتيف، بعد كده النيجاتيف 2 تروح بالديفايد، بس عكس بق السمكه. بعد كده اودي الماينس 1 بالبلس على طول، يلا مره واحده، يلا نحسب بقى. يبقى نيجاتيف 35 اوفر نيجاتيف 2 بلس 1، طلع لي الان اكبر من 18.5. مين الرقم الهول اللي اكبر من ال 18.5؟ ايوه 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 عرفت، ال 19، صح كده برافو عليك، الترم ال 19 هو اول رقم هول. يبقى في الاصغر باخد الرقم نفسه، في الاكبر بزود رقم على الهول النمبر ده، في الاصغر باخد الرقم نفسه، في الاكبر باخد الرقم اللي بعد. يلا نشوف اللي بعده. تي 2. ثانية واحدة يا مستر عشان أنا عارف الحوار ده. تي 2 يبقى A بلس 1 دي. طب التي 4 A بلس 3 دي، الكلام ده ب 4. طب يلا نجمع A و A تبقى 2A. طب دي و 3 دي يبقى 4 دي equal 4، ادي اول equation. يلا نشوف التانية. تي 6 يبقى A بلس 5 دي. طب تي 7 A بلس 6 دي. طب تي 8 A بلس 7 دي، الكلام ده equal 54. يلا نجمع A و A و A يبقوا 3 A، 5 دي و 6 دي و 7 دي، تبقى تقريبا 18. 5 و 6 و 7 18 صح، 18 دي equal 54. كم equation؟ 2 equation، فيهم كم unknown؟ 2 unknown. calculator mode 5 1. 2 equal 4 equal 4 equal 3 equal 18 equal 54 equal. ال A طلعت بنيجاتيف 6 وال D طلعت بكام؟ طلعت ب 4. ودي طلعت ب 4. يلا نكون الايكويشن. يبقى نيجاتيف 6 ازود عليها 4، ازود عليها 4 تبقى نيجاتيف 2، ازود عليها 4 تبقى 2، ازود عليها 4 تبقى 6. خلاص بقى and so on. كمل انت مع نفسك. سهل. يلا تاني نفس الفكرة اللي فاتت. التي 4 بكام؟ 47، يبقى A بلس 3 دي equal 47. طب والايكويشن التانية؟ ها، تي 8، التي 8 اللي هي A بلس 7 دي. طب وال 30 A بلس 12 دي equal 146. A و A 2A، 7 دي و 12 دي تبقى 19 دي equal 146. كم equation؟ 2 equation، فيهم كم unknown؟ 2. يلا بينا ها. 1 3 47، 2 19 146. تطلع ال A ب 35 ويطلع ال D ب 4. هو عاوز الترم الكام؟ يبقى A بلس 16 دي. على فكرة أنا جبت ال A ب 35 وجبت ال D على فكرة ب 4. يلا بينا نحسب. يبقى 35 بلس 16 باي 4 تطلع الإجابة 99، موجودة في الاختيارات. هي الجواب بتاع السؤال. حلو قوي السؤال ده، حلو قوي السؤال ده.
ركز معايا، بيقول لك انا عاوز الترم العاشر بس من النهايه. افكرك كنا بنعمل ايه؟ اول ما يقول لك كلمه فروم ذا اند اقلب السيكونس. ايه؟ اقلب السيكونس. يعني خلي اخر ترم ده الاول، وخلي ال11 بعد كده ال9 بعد كده ال7. بس كده وبس كده. هات لنا الايه حاضر ب 65. هات لنا الدي حاضر. لو عملت 9 ماينس ال11 تطلع بنيجاتيف 2. هو عاوز الترم العاشر، يعني A بلس N ماينس 1 دي ال A ب 65، ال N ب 10 ماينس 1 في الدي اللي هي بنيجاتيف 2. بس كده خلاص. احسب يا مستر تيمو. 65 بلس 10 ماينس 1 باي نيجاتيف 2 تطلع الإجابة 47. تطلع الإجابة 47. عاوز التنث تيرم. يا سلام، ده سؤال سهل قوي، بس بقى من الأول عادي. يبقى الإيه كده لو عملت ده ماينس ده تطلع بنيجاتيف 3، وهو بيقول لك ان انا عاوز الترم العاشر. يبقى الترم العاشر ايكوال A بلس N ماينس 1 باي D. تحسب 95 بلس تطلع 68. سؤال سهل قوي. احنا كده خلصنا الدرس التاني. الدرس التالت يا صديقي بيتكلم عن حاجة اسمها الارثماتيك سيريس. الارثماتيك سيريس. الارثماتيك سيريس. طيب يلا بينا كده نشوف مع بعضينا واحدة واحدة، ونشوف الكلام على ايه. الكلام على ايه؟ ده الدرس التالت ها؟ ماشي، انا بس محتاج افكرك بالقوانين. القوانين: السم بيتجاب ان اوفر 2 a بلس ال. بالنسبة للايه ده عددهم. بالنسبة للايه ده الفيرست تيرم. بالنسبة لل ده اللاست تيرم. طب والقانون التاني n over 2 افتح براكت 2a بلس n minus 1 باي d. ال n ده عددهم. ال a ده الفيرست تيرم. ال n ده عددهم. ال d هو الديفرنس. ده القانونين. القانون الأهم إنك أنت إزاي تجيب ال a. ال n لو هي مش معاك هتجيب اللاست تيرم ماينس الفيرست تيرم اوفر ال d بلس ال 1. برضه في قانون تاني، لو هو كان ادالك الميدل تيرم وادالك عددهم نمبر اوف تيرمز بتعملهم باي بعض على طول علشان تجيب الصم. ادي كده القوانين بتاعتنا. يلا نشوف اول سؤال. بيقول لك ان الفورث تيرم ب 11، يبقى A بلس 3 دي ايكوال كام؟ 11. وقال لك ان الصم بتاعت الفيفث والناينث، الفيفث اللي هو A بلس 4 دي والناينث اللي هو A بلس 8 دي ايكوال كام؟ 40. ايه ده؟ دي مسألة هربانة من الجزء الأول. A بلس A ب 2A. 4D و 8D يكونوا 12D ايكوال 40. كام ايكويشن دول يا صاحبي؟ اتنين. فيهم كام unknown؟ ها؟ اتنين. يبقى مود 5 1. ها؟ A 1 3 و 11 2 و 12 و 40. تطلع ال A ب 2 وتطلع الدي ب 3. وبعدين ولا اي حاجه. ولا اي حاجه. كون السيكونس. السيكونس هتبقى 2 كل مره بزود 3 يبقى 5 8 11 and so on. طب هو عاوز الصم بتاع اول 10. يا سلام. هستخدم القانون التاني لان انا معيش الترم الاخير اللي هو كان n over 2 افتح براكت 2a plus n minus 1 multiply d. ال n بكام؟ ال n هتكون بكام؟ ال n هتكون ب 10 over 2 افتح براكت 2 multiply ال 2 plus 10 minus 1 كل ده multiply ال d. اقفل براكت واحسب. يبقى 10 over 2 multiply 2 by 2 plus طلعت الإجابة ب 155. طلعت الإجابة ب 155. خلصت. خلصت. نشوف اللي بعده. number of terms، يعني هو عاوز ال n should be added. طبعا هنا ال a ب 27 وال d ده minus ده 24 minus 27 تطلع نيجاتيف 3. بيقول لك 4
the sum to be vanish 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 vanish. يعني ايه vanish؟ يعني الصم هيبقى بزيرو. يلا نكتب القانون. اس ان ايكوال ان اوفر 2 multiply 2a plus n minus 1 by d. يلا بينا نكتب الاس ان بزيرو، الان ما اعرفهاش هي دي الانون، ودي 2 multiply a اللي هي ب 27 بلس ان ما اعرفهاش minus 1 multiply دي اللي هي نيجاتيف 3. يلا نجرب نعملها بالشيفت كالك. ها احسب يا صديقي بالشيفت كالك، احسب معايا بالليل احسن يكون غلطت في حاجه. طلعت ال n equal 19. يعني اول 19 ترم لو عملنا لهم بلس تبقى الصم بتاعهم كلهم بزيرو. انا نشوف اللي بعدها. بيقول لك ان الصم of the first and the last term is 26. يعني ال A plus ال L الاتنين مع بعض ب 26. وقال لك ان الصم نفسه ب 468. لو تفتكر ان عندنا قانونين للصم. ده القانون الاول، بصيت لقيت ان هو مديني الاس ان ب 468. الان انا ما اعرفهاش، انا اصلا عاوز اجيبهم. الاي بلس ال هو اداها لك على بعض، اداها لك كلها بكام؟ ب 26. اداها لك بكام على طول؟ 26. فانا هعمل شيفت كالك هيجيب لك الاجابه على طول. الاجابه طلعت ب 36. الاجابه طلعت ب 36. كتبت القانون الاول وعوضت بيه، لقيت نفسي معايا الاي بلس ال، عوضت بيها على طول جبت الاجابه. يلا هو بيقول لك انا عاوز اجيب الصم. طيب نطلع حاجه حاجه. اولا الاي ب 89. ثانيا الدي بده ماينس ده، 85 ماينس 89 تطلع نيجاتيف 4. كده انا معايا الاي ومعايا ال 89. وخلي بالك انا معايا ال بكام؟ ب 33. عندي مشكله صغيره ان انا ما عنديش الان. عشان اجيب الصم محتاج اجيب الان. الان كان ليه قانون، ها، ال ماينس اي اوفر الدي بلس ال1. ال ب 33 ماينس الاي اللي هي ب 89. الدي اللي هي بكام؟ اللي هي بنيجاتيف 4. كل ده بلس 1. يلا بينا نحسب. تطلع الإجابة ب 15. تطلع الإجابة بكام؟ 15. يلا احنا عايزين بقى الاس 15. يبقى هنقول n over 2 multiply a plus ال L. يبقى 15 over 2 multiply a plus ال L. يلا نحسب الكلام ده بكام؟ تطلع 915. هي دي الإجابة. نشوف اللي بعده. أنا عاوز السم بتاع أول 25 ترم ومديلك الجنرال تيرم. ما تكون يا اخي السيكونس، ما تكونها انت وانت صغير. عندي طريقه تانية اسهل. اقول الاطول بعد كده اقول الاسهل. هات اول تيرم، هات التي 1، عوض ب 1. 3 ماينس 2 باي 1 تطلع ب 1. هات لي كمان التي 2، 3 ماينس 2 باي 2 تطلع نيجاتيف 1. صح كده؟ صح. هات لي التي 25 اللي هو اخر واحد. حاضر. 3 ماينس 2 باي 25، 3 ماينس 2 باي 25 تطلع نيجاتيف 47. انا كده معايا الاي ب 1 ومعايا الدي، لو عملت ده ماينس ده نيجاتيف 1 ماينس 1 تطلع نيجاتيف 2. ومعايا ال اللي هي نيجاتيف 47 وانا عارف عددهم اللي هو 25. ممكن اقول ان الاس ان ايكوال ان اوفر 2 ملتبلاي اي بلس ال. الان هتكون ب 25 اوفر 2 ملتبلاي الاي اللي هي ب 1 بلس النيجاتيف 47. يلا نحسبها. 25 اوفر 2 ملتبلاي 1 بلس نيجاتيف 47 تطلع الإجابة نيجاتيف 575. بس خلاص هي دي الإجابة. طب عندي الطريقة التانية. الطريقة التانية أنا أستخدم السيجما. مش أنا عاوز من الترم الأول لحد الترم 25 ومعايا أصلا الجنرال رول؟ يلا جرب كده بالكالكوليتر. شيفت لوج، اكتب تحت، اكتب تحت 1 واكتب فوق
25. يا سلام يا سلام، ما يطلع نفس الإجابة بالظبط. أنا قلت أجربها بإيدي برضو. الطريقتين أسهل من بعض. حلو أوي السؤال ده. بيقول لك أنا عندي سيكونس أهي، يا ترى في كام ترم؟ يعني هو عاوز الN، أقدر أخده من أول ترم عادي عشان الصم يبقى كده. يعني ده الSN، وهنا الA ب3، والD هعرف أطلعها، ده ماينس ده يبقى ب6. ماشي خلاص، أنا كده فهمت. استخدم القانون التاني، ال SN equal N over 2 multiply 2A plus N minus 1 by D. يلا ال SN ب 243، ال N معرفهاش، وادي 2 multiply 3 plus N اللي هي معرفهاش N minus 1 multiply D اللي هي 6، وادينا واحدة شيفت كالك. هتطلع ال X equal 9 اللي هي ال N، يعني يبقى ال N كده equal 9، يبقى هما أول 9 ترمات هو ده اللي الصم بتاعهم هيبقى 243. يلا نشوف اللي بعده. افكرك بقى بالمين. المين ده كان عبارة عن ايه؟ بص، لو عندك 2 4 6 8 and so on، تعرف ده اسمه مين؟ لا على فكرة ده الفيرست مين. بيتجاب ازاي؟ ده بلس ده اوفر 2، ده بلس ده اوفر 2. طب اسألك سؤال تاني معلش. تعرف ان ده برضو مين، بس ده اسمه السكند مين. ها بيتجاب ازاي؟ ده بلس ده اوفر 2. فهو لما يقول لك ان المين ما بين كده وكده يعني بص، ادي اكس وادي 26، المين اللي بينهم كان كام؟ طب ما انا عارف حاجه، ان ده بلس ده، ان اكس بلس 26 اوفر 2 لازم يطلع بكام؟ 21. عايز تحلها شيفت كالك حلها، عايز تحلها بالستبس حلها، المهم ان الاجابه هتطلع 16. طيب انا عايز برضو اعرفك حاجه مهمه جدا، هيجي كمان شويه سؤال عليها. انت ده كان الفيرست مين، وده الفيرست تيرم ده مش مين، السكند تيرم ده الفيرست مين، الثيرد تيرم هو السكند مين. حد واخد باله من حاجه؟ ان الفيرست تيرم ما بيتسميش، ان السكند تيرم هو الفيرست مين، ان الثيرد تيرم هو السكند مين. خدت بالك من حاجه؟ ان لو انت عاوز تحسب المين بتنقص من عدد الترمات واحد. يعني عشان بس السؤال تقريبا اللي جاي او اللي بعده هيبقى فيه ليه علاقه اهو، هو جه الحمد لله. الناينث مين، المين التاسع ده يعتبر بالنسبه لنا الايه، الترم العاشر، لان الترم بيكون ازيد من المين بعدد برقم واحد. يعني الترم العاشر هو المين التاسع، الترم ال11 هو المين العاشر and so on. كالكولس. الكالكولس يا اصدقائي ده الفرع الثاني. عايز تاخد بريك 10 دقائق كده، تقوم تشرب حاجه، تاخد بريك. اديني يلا، اديني حته بريك، اديني حته بريك وايه وريح كده سيكه، وبعد كده تعالى لي تاني عشان ايه، نبتدي نراجع مع بعض الكالكولس. الكالكولس يا حبيب قلبي اول درس، وعلى غير المتوقع ان هو ايه، ان هو بيجيب لك اسئله كتير شويه في الدرس الاول. اول حاجه احنا كان عندنا قانونين. ايه هما القانونين؟ القانونين هما بمنتهى البساطه حاجه اسمها variation function. variation function variation function. ايه الفاريشن فانكشن دي؟ بنعمل حاجه بسيطه جدا. بنعمل، هي طبعا ليها قانونين، f of x plus h minus f of x، ده القانون الاول، او f of x2 minus f of x1، ده القانون الاول. القانون التاني، وده برضو عايز اقول لك على حاجه، ده اسمه change in الفانكشن، عشان برضو لو جالك كلمه change في الفاريشن او change في الفاريشن يبقى برضو تبقى انت فاهم ان ده مين، ان ده ال v of h. القانون التاني حاجه اسمها ال average rate of change. average rate of change، او ممكن نقول عليه السلوب، او ممكن نقول عليه الديريفيتيف، او ممكن نقول عليه واي داش، او ممكن نقول عليه دي على دي اكس. كل دي اسامي للافريج ريت اوف تشينج. كان بيتجاب ازاي؟ اف اوف اكس بلس اتش
minus f of x كل ده over ال h، أو f of x2 minus f of x1 كل ده over x2 minus x1. امتى بستخدم القانون الأولاني اللي هو على الشمال، وامتى بستخدم اللي هو القانون ده؟ القانون التاني ده بنستخدمه امتى؟ لو قال لك ان انا اتغيرت، لو انا حصل تشينج from 4 لحد 4.5، فاهم حاجة؟ بستخدم ده أو ده. لو قال لك أنا اتغيرت من كذا لكذا استخدم القانون التاني. قشطة؟ قشطة عليك. هو ده الدرس؟ هو ده الدرس، وهم دول القانونين الوحيدين اللي فيه. تيجي نشوف مع بعض المسائل؟ يلا بينا. أهو. هو عاوز average rate of change، يعني عاوز القانون التاني، واداني الفانكشن الماشين بتاعتنا، وقال لك ان انا اتغيرت من كذا لكذا. الله، يبقى دي اكس 1 ودي اكس 2. يبقى انا كده هستخدم القانون اللي بعد كلمه اور، اللي هو لو حبيت احسبه هيبقى اف اوف اكس 2 ماينس اف اوف اكس 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1. طب وبعدين اف اوف اكس 2 يعني ايه؟ يعني اف اوف 5.2 ماينس اف اوف 5 كل ده اوفر 5.2 ماينس ال 5. مستر طب انا عندي مشكله، دي انا هعرف احسبها اللي تحت دي، لكن اللي فوق يعني ايه اف اوف 5 بوينت؟ يعني هتشيل كل اكس وتحط مكانها 5.2، يبقى تكتب كده 5.2 باور 2 ماينس، ها، شيل كل اكس حط مكانها 5 يبقى 5 باور 2 كل ده اوفر 5.2 ماينس ال 5. يلا نحسب، يلا نحسب. 5.2 باور 2 ماينس 5 باور 2 كل ده اوفر 5.2 ماينس ال 5، تطلع الإجابة 10.2. خلصنا أول سؤال. يلا خلينا نركز بقى معايا. الفاريشن فانكشن ايكوال 12. الله الله الله، يعني هو ادالك الفاريشن فانكشن كلها اللي هي الفي اوف اتش، اللي هي اف اوف اكس 2 ماينس اف اوف اكس 1، هو اداها لك كلها ب 12، وقال لك انك انت اتغيرت من 2 لحد ال 5. هو عاوز افريج ريت اوف تشينج. الافريج ريت اوف تشينج عباره عن ايه؟ اف اوف اكس 2 اللي هي اف اوف 5 ماينس اف اوف 2 اوفر 5 ماينس ال 2. طب ما هو التاني دي كلها على بعض حصل بكام؟ ب 12 اوفر 5 ماينس 2 تبقى ب 3. الاجابه تطلع بكام؟ تطلع بفوق. يعني هو لما يقول لك variation of the function يعني هو ادالك اللي فوق كله على بعض ب 12، وهي طبعا اتغيرت من كذا لكذا، فانا هعمل لهم ماينس تحت عشان اجيب الاجابه. يلا نفس الفكره تاني، عاوز الافريج ريت اوف تشينج، يبقى انا هقول اف، طبعا انا واخد بالي ان ده اكس 1 وده اكس 2، فانا هقول اف اوف 5 ماينس اف اوف 3 كل ده اوفر 5 ماينس 3. يعني ايه اف اوف 5؟ يبقى هشيل كل اكس احط مكانها 5. تعال نجيبها على جنب الاول. يبقى 5 باور 3 بلس ال 1 تطلع 126 ماينس، هات لي كمان اف اوف 3 على جنب. حاضر، يبقى 3 باور 3 بلس ال 1 تطلع 28. كل ده اوفر 5 ماينس 3. نحسب 126 ماينس 28 اوفر 5 ماينس 3 تطلع الاجابه 49. موجوده في الاختيارات؟ طب الحمد لله. نشوف اللي بعده. افريج ريت اوف تشينج بكده. الله الله، اداني الاجابه، اداني الاجابه. يعني انا بعد ما هحسب هكتب 2.4. اداني الافريج ريت اوف تشينج كلها بكام، وقال لك ان انا اتغيرت من 4 لحد 4.2، يبقى انا هكتب تحت 4.2 ماينس 4. اتبقى مين فوق؟ اتبقى الفاريشن ان فانكشن. الفاريشن فانكشن اللي هي الفي اتش، يعني هو عاوزها كلها مره واحده. طب خلاص، يبقى انا هقول في اوف اتش ايكوال 4.2 ماينس ال 4 تطلع الاجابه 0.2. وبعد كده اعمل ايه؟ اوديها الناحيه الثانيه بالملتبلاي وخلاص على كده. يلا بينا. يبقى 2.4 ملتبلاي 0.2 تطلع الإجابة ب 0.48. هي دي الإجابة أهي أهي أهي. نشوف اللي بعده. دي بقى
دي بقى ما اتغيرتش من رقم لرقم، لازم نستخدم القانون الاول. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، عايز الافريج ريت اوف تشينج وطول بالك معايا. يبقى تكتب اف اوف اكس بلس اتش ماينس اف اوف اكس كل ده اوفر الاتش. يلا يلا بينا. يعني ايه اف اوف اكس بلس اتش؟ هتشيل كل اكس وتحط مكانها اكس بلس اتش. انت خدت بالك انا عملت ايه؟ شلت كل اكس حطيت مكانها اكس بلس اتش ماينس، افتح براكت، حط بقى الاف اوف اكس. الاف اوف اكس اللي هي الاف اوف اكس نفسها، اللي هي اكس باور 2 بلس ال 3 اكس كل ده اوفر اتش. طول بالك طول بالك، عايزين نفك البراكت اللي باور 2. عايزين نفك البراكت اللي باور 2 اللي هو ده. نفكه ازاي؟ الاول باي نفسه، التاني باي نفسه، ودي دايما بوزيتيف. بعد كده اول في تاني في 2 يبقى 2 اكس اتش، 2 اكس اتش. يلا ندخل ال 3 هنا وهنا، يبقى 3 اكس بلس 3 اتش. الماينس دي اسمها ماينس سوسه، هتغير كله يبقى ماينس اكس سكوير ماينس ال 3 اكس كل ده اوفر الاتش. استاذنك من حاجه، اكس باور 2 ونيجاتيف اكس باور 2 بيو بيو. طيب وال 3 اكس مع ال 3 اكس بيو بيو. يبقى لك ايه؟ يبقى على فكره هو قال لك الاكس ب 3، يلا نعوض كمان ب 3. يبقى الاكس دي ب 3، 2 باي 3 6، يبقى 6 اتش بلس اتش باور 2 بلس ال 3 اتش كل ده اوفر الاتش. تيجي ناخد من فوق كومن فاكتور اتش، يلا ناخد كومن فاكتور اتش. يبقى لك 6 بلس اتش بلس ال 3 كل ده اوفر الاتش، اكنسل اتش مع اتش. يبقى لك 6 بلس اتش بلس 3 اللي هي اتش بلس كام؟ اتش بلس 9. سؤال مرهق، سؤال متعب، مش قادر. فعلا يا مستر، هو سؤال طويل ومرهق ومقرف وطويل وسخيف، ولو جه في الامتحان عارف انت هتعمل ايه طبعا؟ انت هتغش وخلاص او هتنقله، بس طبعا الغش حرام وانا ما بشجعش على الغش، لان الغش مش صح وحاجه مش صح خالص. انا اسف ان انا نطقت الكلمه دي. 4.1 ماينس ال 4، لان انا عندي قانون f of x2 minus f of x1 over x2 minus x1. خلاص انا عملت x2 minus x1. يلا دلوقتي عايز f of x2 minus f of x1. هعملها ازاي؟ هقول ادي طبعا الماشين اهي، يبقى 4.1 باور 2 minus 4 باور 2 كل ده over 4.1 minus ال 4. يلا نحسب. تطلع الاجابه 8.1. مش حلو قوي الفكره دي بقى. الافريج ريت اوف تشينج هو اداهوني، يعني اداني الاجابه ب 5 وقال لي ان هي اتغيرت من 4 ل 2، يبقى دي اكس 2 ودي اكس 1. يبقى انا هكتب 4 ماينس 2. المفروض ان انا عندي هنا اف اوف كام؟ اف اوف 4 ماينس اف اوف 2، صح؟ المفروض هنا اف اوف كام؟ بس هو اداني بقى الاف اوف 2، اداني بكام؟ ب 6. هعمل شيفت كالك واعتبر ان ده الانون، يعني هكتب على الكالكوليتر اكس ماينس 6 على 4 ماينس 2 ايكوال 5. هعتبر ان ده الانون، ممكن احسبها على طول بمخي يعني. تطلع الاجابه ب 16. الاكس طلعت ب 16 اللي هي الانون بتاعنا. حلوه المساله دي يا مستر. مفاجأة. differentiation. يلا هراجع معاك دلوقتي كل قوانين الديريفيتيف. الديريفيتيف عبارة عن ايه؟ اشهر رول في الدنيا انك تسقط الباور وتنقص من الباور واحد. يعني مثلا هنا ازاي اعمل ديريفيتيف؟ اسقط الباور يبقى 2 باي 3 تبقى 6 ونقص واحد من الباور. خلي بالك لو عندك 5x الديريفيتيف بتاعها 5، لو عندك نيجاتيف 3x الديريفيتيف بتاعها نيجاتيف 3، لو عندك 5 بس الديريفيتيف بتاعها 0، لو عندك 10 بس الديريفيتيف بتاعها 0. عايز برضو اقول لك على حاجات صغيره جدا. لو عندك x 1 اوفر x عليها باور 1، لو حبيت تصلحها فوق هتخليها بالنيجاتيف وتعمل لها ديريفيتيف عادي. لو عندك 1 اوفر x باور 3 حبيت تطلعها فوق يبقى x باور نيجاتيف 3 وتعمل لها ديريفيتيف عادي. طيب لو عندك
اكس باور 3. طبعا انت عارف ان ده سكوير روت، فعشان تحولها لباور هتخليها اكس باور 3 اوفر 2. لو عندك هنا باور 5، ازاي تحولها؟ تبقى تخليها 5 على 3، الرقم اللي جوه على اللي بره. طب لو العكس بقى، لو عندك 2 اوفر 7، عايز تخليها روت، الرقم اللي فوق بيثبت جوه والرقم اللي تحت بيتحط بره. لو عندك هتثبت الباور اللي فوق جوه وتكتب الباور التاني بره. ماشي. الديريفيتيف بتاع براكت عليه باور، بص ركز معايا، هنسقط الباور وننقص من الباور واحد، وما ننساش نعمل في الديريفيتيف اللي جوه، في الديريفيتيف اللي جوه هنعمل ديريفيتيف اللي جوه براكت. طب لو عندك حاجتين باي بعض هنعمل ايه؟ لو عندك مثلا اف وجي، هنعمل ديريفيتيف ازاي؟ نعمل ديريفيتيف للاول في التاني زي ما هو، بلس ديريفيتيف التاني في الاولاني زي ما هو. طب لو عندك فانكشن ديفايدد، هنعمل اللي تحت باور 2، ديريفيتيف اللي فوق في اللي تحت زي ما هو، ماينس ديريفيتيف اللي تحت في اللي فوق زي ما هو. انا كده يا صديقي يعتبر راجعت لك كل قوانين الديريفيتيف اللي عندنا في الدرس بتاع الديريفيتيف، وخلي بالك دول برضو هينفعونا في درس التشين رول. في حاجة برضو تاني ممكن اتكلم فيها بسرعة، تعالوا نحلها على طول. بصوا يا اخواتي، بصوا يا اخواتي، الفانكشن لازم تكون continuous، لازم تكون continuous علشان تكون differentiable او لا. يعني ايه؟ بصوا، الحياة مراحل، الحياة مراحل. انا لازم اتجوز الاول عشان اخلف، صح ولا لا؟ صح. بس انا ممكن اتجوز بس ما اخلفش، مظبوط. انا اسف طبعا عن المثال المعفن ده، بس اقصد ايه؟ ان الحياة مراحل، لازم تكون continuous علشان تكون differentiable، لازم تكون متجوز عشان تخلف، بس مش اساسي، مش اساسي انك تخلف، انت ممكن ما تخلفش، ممكن تكون continuous بس ما تخلفش. فده اللي انا بتكلم فيه، انك لازم تكون continuous وممكن تخلف وممكن ما تكون ما تخلفش. لكن لو انت خلفت، لو انت اصلا differentiable، لو انت اصلا يبقى انت اكيد كنت continuous. يا رب تكونوا فهمتوني. طيب، يعني مثلا السؤال ده بيقول لك ان هما differentiable، يبقى هما اكيد continuous. يعني ايه continuous؟ يعني تعوض لي بالسري هنا وتعوض لي بالسري هنا والاثنين يطلعوا قد بعض. يلا بينا. يبقى 6 باي 3 بلس الكي ايكوال A باي 3 باور 2 بلس البي، يبقى 18 بلس الكي ايكوال 9A بلس البي. ماشي؟ ماشي الكلام. طبعا انا عندي زربيح انون، بس ثانيه واحده، هو كان قال لك الاكس ب 3، خلاص ماشي كده عندي زربيح انون. طيب يلا نشوف ديفرنشبل. يعني ايه ديفرنشبل؟ يعني انا هعمل ديريفيتيف هنا وديريفيتيف هنا واعوض ب 3 والاثنين هيطلعوا قد بعض. يلا اعمل ديريفيتيف فوق، الديريفيتيف هنا 6 والديريفيتيف بتاع ده ملوش لازمه، زيرو. الديريفيتيف بتاع دي هنسقط الباور وننقص منه واحد، والبي ملوش ديريفيتيف، وهعوض ب 3. هعوض بمين؟ ب 3. يلا عوض ب 3، يبقى 2 باي A باي 3 equal 6. 2 باي 3 تبقى ب 6، يبقى 6A equal 6. اودي ال 6 بالديفايدد، يبقى 6 ديفايدد 6 يبقى الاي ب 1. هو ده كان المطلوب. طب انا ليه ما كنتش عارف احل السؤال في الاول؟ لان كان في 3 انون. لما جربت الكونتينوس لقيت في 3 انون A وB وK، ما كنتش عارف احل. فاتحركت على طول لخطوه الديفرنشبل، اتحركت على طول لخطوه الديفرنشبل. يلا اهو، دي ديفرنشبل، دي ايه؟ ديفرنشال، يبقى اكيد كانت كونتينوس. يلا نعوض على طول، اعوض بنيجاتيف 2، يبقى كي باي نيجاتيف 2 باور 2 بلس ال 6. الناحيه الثانيه يبقى 5 باي نيجاتيف 2 بلس 4 ام. والله ما تتحل. ليه؟ علشان دي فيها 2 انون، مش هتعرف تحلها. طب ما هو مش عاوز الاتنين انون، هو عاوز كي ماينس ام. طب سهله 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 ان شاء الله. بص يا مستر، انا بفكر في حاجه، شايف ال 4 كي دي هسيبها مكانها وادخل النيجاتيف 4 ام الناحيه الثانيه. هنا اتبقى لنا نيجاتيف 10، هبعت لها النيجاتيف 6
تبقى دي نيجاتيف 16. ممكن اخد هنا كومن فاكتور 4 ينفع، يبقى بقى لك كي ماينس ام. الفور لازقه لازقه يعني باي هتروح بالديفايدد، يبقى كده كي ماينس ام ايكوال نيجاتيف 16 ديفايدد 4. قمت تلاقي الكي ماينس ام بكام؟ نيجاتيف 4. هو كان عاوز كي ماينس ام. يبقى طالما هي ديفرنشبل يبقى هي كونتينوس، يبقى هعوض واحاول اشوف اتصرف ازاي. يلا تاني ديفرنشبل هعوض، هجرب الاول اعوض لان انا ممكن اشتغل الاول على الكونتينوس. يلا يبقى 2 باور 2 بلس الاي ايكوال 2a بلس البي. ماشي ماشي زي الفل. ادي 4 بلس الاي ايكوال 2a بلس البي. ممكن اطلب منك طلب، ممكن اودي ده الناحيه الثانيه بالماينس، يعني 2a ماينس الاي بلس البي ايكوال 4. 2a ماينس الاي تبقى a، يبقى a بلس البي. يا مستر مش عارف احلها. يا حبيبي انت مش محتاج تحلها، هو اصلا عاوز a بلس b بكام. هو مش محتاجك تجيب الاي والبي، هو محتاجك تجيب الاي بلس بي بكام. خلاص مش محتاج اعمل اي حاجه تانية. اوكي يلا بينا ديريفيتيف. بيقول لك اعمل لي ديريفيتيف وعوض لي ب 2. هنسقط الباور يبقى 2 اكس، رقم لازق في الاكس هنفكس للاكس وناخد ال 3 وبعد كده عوض ب 2 يبقى 2 باي 2 بلس ال 3. 4 بلس ال 3 بكام؟ تطلع الاجابه 7. حلوه قوي المساله دي، حلوه قوي قوي المساله دي. بص انا شايف ان هنا في ديريفيتيف مرتين، فانا هعمل ديريفيتيف الاول. الديريفيتيف ايه؟ هسقط الباور يبقى 2 اكس ماينس 1 اكس، هفكس للاكس واخد الماينس 1. ماشي. هو بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك ان اف داش اوف كي عباره عن اف داش اوف 2 بلس اف اوف 2. يعني ايه اف ده؟ يبقى هعوض في الديريفيتيف، يعني هعوض هنا اشيل كل اكس احط مكانها كي، يبقى 2 كي ماينس ال1 ايكوال. عوض لي اف داش اوف 2، يعني عوض لي في الديريفيتيف بس ب 2، يبقى 2 باي 2 ماينس ال1 بلس. عوض لي بقى ب 2 بس مش في الديريفيتيف، في الفانكشن نفسها هنا. حاضر يبقى 2 باور 2 ماينس 2 بلس ال 4. اعمل بقى شيفت كالك يا حبيب قلبي. 2 الفابت كي ماينس ال 1 الفابت ايكوال، افتح براكت 2 باي 2 ماينس 1، كل ده بلس 2 باور 2 ماينس 2 بلس ال 4. تطلع الاجابه ب 6، تطلع كي ايكوال 6. مفيش في الاختيارات 6، يبقى احنا عملنا حاجه غلط. انا عملت حاجه غلط، انا اسف، ثانيه واحده. ايوه طلعت الاجابه ب 5. طلعت الاجابه ب 5. اخترت. ماشي انا مش متخيل قوي بس ان شاء الله خير. يلا يلا. انا هعمل ديريفيتيف وعلى الله حكايتي. ديريفيتيف الاف هيبقى اف داش اوف اكس، الديريفيتيف ده هيبقى 3 اكس باور 2، والديريفيتيف ده هيبقى جي داش اوف اكس. انا شايف ان هو هنا معوض بكام؟ ب 2. هشيل كل اكس احط مكانها 2، يبقى دي اف داش اوف 2 ايكوال 3 باي 2 باور 2، كل ده باي جي داش اوف 2. اكتشفت حاجه، ان ده هو مديهولي اهو، اهو بكام؟ ب 4. وهو عاوز اف داش اوف 2، يعني هو عاوز دي. طب خلاص انا هحسب له دول بكام ويبقى هي دي الاجابه. يبقى 3 باي 2 باور 2 باي 4، تطلع الاجابه 48. بيقول لي اعمل لي الديريفيتيف وبعد كده عوض ب 1. حاضر هسقط الباور، هنقص من الباور ده واحد، لما نقصت من واحد طلع نيجاتيف 4. هعوض ب 1. حاضر يبقى نيجاتيف 3 باي 1 باور نيجاتيف 4. طلعت الاجابه نيجاتيف 3. هو عاوز ايه هنا؟ ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ صديقي السلوب اوف تنجن هي الدريفيتيف. فاكر لما في الدرس اللي فات كتبت لك كل اسامي الدريفيتيف هتلاقي في كلمه سلوب. طيب الدريفيتيف بيتعمل ازاي لفانكشن ديفايدد بعض؟ اللي تحت باور 2، ديريفيتيف اللي فوق اللي هو 1 في اللي تحت زي ما هو ماينس ديريفيتيف اللي تحت 1 في اللي فوق زي ما هو، وبعد كده عوض بكام؟ بعد كده عوض ب 1. يا سلام ده سؤال سهل قوي. يلا يا حبيب قلبي استخدم الكالكوليتر وعوض يلا.
استخدم الكالكوليتر وعوض يلا. طلعت الإجابة نيجاتيف 5. طلعت الإجابة إيه؟ نيجاتيف 5. يبقى السلوب هو الديريفيتيف. يلا تاني عايزين نعمل ديريفيتيف لفانكشن ديفايدد بعض، يبقى اللي تحت باور 2. ديريفيتيف اللي فوق هيبقى 2x، لأن ال 6 ملهاش ديريفيتيف، في اللي تحت زي ما هو. ماينس ديريفيتيف اللي تحت 3x باور 2، في اللي فوق زي ما هو x باور 2 بلس 6. وعوض ب 1. انا مش قادر اكتب تاني، انا هعوض على طول. يبقى 2 باي 1 باي، افتح براكت، 1 باور 3، كل ده بلس 5، اقفل البراكت، كل ده ماينس 3 باي 1 باور 2 باي، افتح براكت، 1 باور 2 بلس 6، اقفل البراكت، وبعد كده افتح براكت تحت 1 باور 3 بلس 5 واقفل البراكت واعمل باور 2. طلعت الإجابة نيجاتيف 1 اوفر 4. طلعت الإجابة كام؟ نيجاتيف 1 اوفر 4. مستر هو يعني ايه سلوب؟ يعني ديريفيتيف. يلا بينا نعمل ديريفيتيف. خلي بالك ده براكت بقى. اول حاجه بسقط الباور وانقص من الباور واحد، لا لسه ما خلصتش، وهعمل ديريفيتيف للي جوه، يبقى هنا 2، وعوض الاكس ب 2. يلا يبقى 5 باي 2 باي 2 ماينس 3 باور 4. الاجابه هتطلع 10. بيقول لك اعمل لي ديريفيتيف وعوض بزيرو. عينيا، هسقط الباور وانقص من الباور واحد واعمل ديريفيتيف للي جوه اللي هو هيطلع 10، وعوض بزيرو، تطلع الاجابه 50. يلا ديريفيتيف. هو عاوز الفيرست ديريفيتيف. مستر هو ايه الفيرست ديريفيتيف ده؟ ديريفيتيف عادي، عشان في ثالثه ثانوي في سكند وثيرد ديريفيتيف. يلا سقط الباور، يبقى 10، ودي 6 اكس باور 3 بلس 3 اكس بلس 10، نقص من الباور واحد يبقى 9. اعمل ديريفيتيف في اللي جوه. الديريفيتيف بتاع ده هسقط الباور يبقى 18 اكس باور 2 بلس 3، ونعوض بنيجاتيف 1 يبقى 10. افتح براكت 6 باي. اهم حاجه وانت بتعوض حط براكت، عشان لو ما حطيتش براكت ممكن تتلخبط وممكن الإجابة تطلع غلط. وهو على فكرة بيبقى حاطط لك الإجابات اللي لو ما حطيتش براكت تطلع لك عشان تختارها. 10 باي 6 باي نيجاتيف 1 جوه براكت عليها باور 3، كل ده بلس 3 باي نيجاتيف 1، كل ده بلس 10، اقفل البراكت، باي افتح براكت تاني 18 باي نيجاتيف 1 باور 2، كل ده بلس 3، تطلع الإجابة 210. موجودة في الاختيارات؟ موجودة. حلو قوي المسألة دي. ماشي، محتاجين نظبط شوية حاجات. أولا ده هبدله كده. ليه؟ عشان ده باور 1 جوه وهنا في 2 بره، فيبقى 1 على 2. بعد كده هطلعه فوق علشان أعرف أعمل ديريفيتيف. يلا بقى أعمل ديريفيتيف. هنسقط الباور وننقص. شايفين الباور ده؟ شايفين اللي هو النيجاتيف هاف ده؟ هنقص منه واحد يبقى نيجاتيف 3 أوفر 2. بعد كده هحاول أرجعه لأصله. يعني إيه الكلام دوت؟ هحاول أرجعه لأصله. يعني إيه؟ يعني هنزل ده تحت عشان الباور يبقى بالبوستيف أهي. شفت انا عملت ايه؟ نزلت الباور تحت، نزلت الباور تحت، وبعد كده هحاول ارجع ده لاصله تاني اللي هو بالروت، يبقى نيجاتيف 1 اوفر 2. الرقم الباور اللي فوق بيثبت جوه والباور اللي تحت بيتكتب بره، بس انا مش هكتب سكوير روت. طب انا عندي مشكله صغيره، ايه هي؟ ان ده مش موجود في الاختيارات. تعال انا اقول لك هنعمل ايه. معلش هو سؤال ثقيل، انا اصلا حافظه بصراحه يعني. الاكس باور 3 دي هقسمها اكس باور 2 واكس. ايوه، استفاد ايه؟ ان انا لو حبيت اخرج دي بره الروت تخرج باكس بس، لان اكس سكوير تحت الروت تبقى اكس بس، ويبقى لك هنا اكس. ده موجود في الاختيارات؟ موجود اهو. اهو. ماشي، ده سؤال ثقيل، سؤال ثقيل، حاول تبصمجه وخلاص. ماشي، يلا ديريفيتيف لحاجتين باي بعض. ديريفيتيف الاول في التاني زي ما هو بلس ديريفيتيف التاني في الاول زي ما هو. يلا ديريفيتيف الاول، سقط الباور ده يبقى 6 اكس باور 1 في التاني زي ما هو، التاني اللي هو ده، بلس ديريفيتيف التاني
هيبقى 6x باور 2 في الأول زي ما هو. أنا كده خلصت، عايز أعوض بقى ب 1. يبقى 6 باي 1 افتح براكت 2 باي 1 باور 3 بلس ال 1 بلس 6 باي 1 باور 2 افتح براكت 3 باي 1 باور 2 ماينس ال 1. تطلع الإجابة ب 30. تطلع الإجابة ب 30. السؤال ده كلب، السؤال ده حيوان، السؤال ده مش مؤدب، السؤال ده سافل. يلا اساعدك فيه. بص بقى، بص بقى، ركز ركز، اعمل ديريفيتيف. حاضر. الديريفيتيف هيبقى 2 اكس. لا ما خلصناش، لازم كمان اعمله باي ديريفيتيف اللي جوه. ديريفيتيف اللي جوه ده اللي هي تبقى 2 ايكوال، اعمل ديريفيتيف يبقى 2 اكس وده زيرو ملوش. كده بيقول لك ايه؟ استنى بس قبل ما تكمل، ممكن نتخلص من دي نوديها الناحيه الثانيه بالديفايد عشان هي لازقه. يبقى اف داش يبقى 2x ماينس ال 1 ايكوال 2x اوفر ال 2. يبقى اف داش 2x ماينس ال 1 ايكوال x بس. ايكوال x بس. بعد كده بيقول لك عوض بكام؟ ب 5. لا ثانية واحدة، ثانية واحدة، احنا عايزين اللي جوه ده يطلع 5. ايه؟ عايزين اللي جوه ده يطلع 5، يعني اكتب 2x ماينس 1 لازم تطلع 5. هنطرد ده الناحية التانية، يبقى 2x ايكوال 5 بلس ال 1. يبقى 2x ايكوال 6. يبقى الاكس ب 6 ديفايدد 2 يبقى الاكس ب 3. يبقى انت هتعوض بكام؟ ب 3. هتشيل كل اكس تحط مكانها 3. هي دي الاجابه. انت كنت فاكر انك هتعوض ب 5 هتشيل كل اكس تحط مكانها 5. لا، ده علشان هي مش اف اوف اكس، هي اف داش 2 اكس ماينس 1. اخر درس في الكالكولس هو التشين رول. التشين رول كانت عباره عن بيبقى عايز منك دي واي على دي اكس، وللاسف ما بيبقاش مديلك ايكويشن اسمها واي وجواها اكس، فبنضطر نكسرها. يعني ايه نكسرها؟ نكتب دي واي هنا ونكتب دي اكس هنا ونحط الحرف اللي انا ما نطقتوش اللي هو دي زد مرتين وبعد كده نعوض. ده كان فكره التشين رول بمنتهى البساطه. تعال نشوف الافكار. هو هنا يا صاحبي عايز دي واي، عاوز دي واي على دي اكس. انا مش هعرف اعملها، لازم افصلها الاول. هكتب دي واي واكتب هنا دي اكس واكتب هنا دي زد وهنا دي زد. انت معاك فانكشن اسمها واي وجواها زد، يبقى تعرف تعمل الديريفيتيف ده. يلا الديريفيتيف اللي تحت باور 2، ديريفيتيف اللي فوق ب 1 في اللي تحت زي ما هو، ماينس ديريفيتيف اللي تحت ب 1 في اللي فوق زي ما هو. معاك ايكويشن اسمها زد وفيها اكس، اعمل لها ديريفيتيف يبقى 2 اكس والبلس 1 ملوش ديريفيتيف. بعد كده بيقول لك الاكس بكام؟ بزيرو. هنعوض هنا عشان نجيب الزد، يبقى الزد ايكوال 0 باور 2 بلس 1 تبقى الزد بكام؟ يبقى الزد ب 1. يلا شيل كل زد حط مكانها 1 وشيل كل اكس حط مكانها 0. انا ذكي على فكره يا جماعه. دي بزيرو، 2 باي 0 بزيرو، 0 باي اي حاجه هتبقى الاجابه في الاخر 0 على طول، من غير ما اعوض كمان بالايه بال1 او من غير ما امسك الكالكوليتر واعوض كل دوت. يعني هي كانت لمحه ان الاكس بزيرو فدي 2 باي 0 يبقى بزيرو. يلا بينا، يلا بينا. هو عاوز دي واي على دي اكس. هل انا معايا ايكويشن اسمها واي جواها اكس؟ لا. هضطر افصل ازاي؟ افصل كده. الحرف اللي انا ما نطقتوش زد، فهكتب دي زد مرتين. دي انا هعرف احسبها ان انا اعمل ديريفيتيف لدي. هسقط الباور وانقص من الباور واحد، وال1 ملوش ديريفيتيف، وال1 ملوش ديريفيتيف. في البراكت كده عادل. ها، اعمل لي بقى ديريفيتيف للثانيه. اعمل لي ديريفيتيف هنا. حاضر. ديريفيتيف ال 2 اكس تبقى 2. ديريفيتيف ال 3 ملهاش. خلاص كده هو الديريفيتيف بتاعها ايه؟ طب انا معايا مين؟ الاكس. لازم ارجع اجيب الزد. يبقى الزد ايكوال 2 باي 1 ماينس ال 3. تطلع 2 ماينس ال 3 تطلع بنيجاتيف 1. عوض بقى الزد بنيجاتيف 1 يبقى 8 باي نيجاتيف 1 باور 7 كل ده باي 2. استنى احسبها. 8 باي نيجاتيف 1 باور 7 كل ده باي 2. تطلع الاجابه نيجاتيف 16. ثواني يا جماعه عشان حاسس انا غلطت ولا لا. تمام تمام. نيجاتيف 16 هي دي الاجابه. في طريقه تانية عايز اعلمها لك. ايه هي بقى؟ انك انت ممكن تشيل الزد دي وتحط مكانها ده كله.
يعني بصوا انا هشيل الزد واحط مكانها دي، يعني اكتب واي ايكوال الزد اللي هي بكام؟ اكس باور 5 ماينس ال 1، كل ده بلس 1 باور كام؟ 3. طبعا النيجاتيف 1 والبوزيتيف 1 هيكنسلوا بعض، يبقى لك اكس باور 5 باور 3 اللي هي اكس باور 15. اعمل ديريفيتيف بقى على طول. مش انت كده معاك الواي ايكوال اكس باور 15؟ انت كده معاك ايكويشن اسمها واي جواها اكس، اعمل ديريفيتيف يبقى 15 اكس باور 14. هي دي الاجابه، هي دي الاجابه. تريج angle of elevation and depression. angle of elevation and depression. بص يا صاحبي، لو انت واقف في الارض وباصص على حاجه فوق دي اسمها angle of elevation. لو انت اللي واقف فوق وباصص على حاجه تحت فدي اسمها angle of depression. والانجل اوف depression equal angle of elevation. وخلي بالك انت كل لما بتقرب من الحاجه اللي انت باصص لها لفوق الانجل اوف elevation، الانجل اوف elevation بتزيد، بتكبر. يعني لو انت هنا عامل انجل 60 وقربت ممكن تبقى عامل انجل 80. ولو انت بتطلع لفوق الانجل اوف elevation هتقل، الانجل اوف elevation هتقل. لازم افكرك بالساين لو لان هنستخدمه A على ساين A ايكوال B على ساين B ايكوال C على ساين C. ولازم كمان افكرك بالكوزاين لو ان A باور 2 ايكوال B باور 2 بلس C باور 2 ماينس 2 بي سي بكوزاين الانجل A. دي القوانين تقريبا اللي هنستخدمها. وطبعا طبعا هنستخدم سه وكه وتق، اكيد 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 هنستخدمها. يلا بينا، يلا بينا نبدأ السفينة. بيقول لك انا الانجل دي ب 32 وانا عاوز اجيب ده، عايز اجيب الهايت. عايز حاجة تربط بين الاوبوزيت والادجيسنت، اوبوزيت وادجيسنت تبقى تان. يبقى اكتب كده تان 32 ايكوال اوبوزيت على adjacent. يا اما اعمل سيزر يا اما اعمل شيفت كالك. انا هعمل سيزر على طول اسرع. طلعت الاجابه الاتش ب 31.2 اللي هي تقريبا 31. تحفه. يلا بقى نقرا مع بعض حته حته كده لان مسائل التريج مشكلتها ان احنا ما نعرفش نرسم. From the top of the hill، يعني يا مستر انا واقف على hill. A man observed that the angle of the depression of the tower. الراجل واقف تحت فبص على ايه؟ الراجل باصص فوق top of the tower. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، ده باصص على تاور تاني. بوتوم بص على تاور تاني. ثواني يا جماعه بقى هرسم. يعني الراجل ده بص على تاور، الراجل ده كان واقف فوق هيل وبص على تاور. لما بص على، ثواني يا جماعه عشان مش فاهم. from the top of the hill a man observed that the angle of depression of the top and the bottom top and the bottom. انا حاسس حاجه ان الهيل كانت اعلى من التاور لان هو بص باتنين انجل اوف ديبريشن. لما بص كده وبص كده، اول مره بص هنا كده كان عامل انجل اسمها 22، ولما بص المره التانيه كان عامل انجل 30. if the height of the tower كان 50، يعني الهايت ده كان 50. اوكي اوكي، يعني دي كده برضو 50. هو عاوز يعرف الهيل ده كله قد ايه. اسالك سؤال، اسالك سؤال. شايف التراينجل ده؟ ارسمه بره، حاضر. دي ب 30، دي ب 30 صح كده؟ طيب هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هو اداني الهايت اوف ذا تاور كان ب 50. ماشي اوكي، مضطر استخدم ايكويشن. المساله دي صعبه شويه يا جماعه، ركزوا معايا كويس جدا. هسمي دي اكس وهكتب على دي 50 بلس الواي. هكتب على دي ايه؟ 50 بلس الواي. ادي اول تراينجل. شايفين التراينجل اللي فوق؟ ثواني يا جماعه هلونها لكم بلون مختلف. شايفين التراينجل اللي فوق؟
اهو هرسمه لكم هنا اهو. الانجل دي بكام؟ 22، ودي انا سميتها واي، يبقى واي ودي اكس. اوكي، يلا استاذنك بقى تجيب لي تان هنا. تان 30 ايكوال تان 30 ايكوال اوبوزيت اللي هي 50 بلس واي على اكس. هي التان 30 بكام؟ بروت 3 اوفر 3. ماشي، هودي ادي روت 3 اوفر 3، هودي الاكس الناحيه الثانيه بالباي، واكتب دي 50 بلس الواي. هطلب منك طلب كمان معلش اخير، هودي الواي الناحيه الثانيه بالماينس. يعني كده اول ايكويشن هتبقى روت 3 اوفر 3 اكس ماينس الواي ايكوال 50. ادي اول ايكويشن. ماشي، نروح للترينجل الثاني. ادي تاني 22 ايكوال واي على اكس. بعد كده هودي الايه لا احنا اقول لكم على حاجه اسهل معلش، اسهل عشان نجيب الاجابه على طول. هو احنا عايزين الايه؟ عايزين نجيب الواي بكام عشان نعرف الهيل قد ايه. ماشي، ركزوا معايا يا جماعه لو سمحتوا. هعمل سيزر هنا، شايفين المنظر ده؟ هعمل فيه سيزر، يعني هجيب اكس ايكوال 1 باي واي، تبقى واي اوفر 10 22. وبعد كده هرجع هنا كده اشيل الاكس دي، احط مكانها واي اوفر 22. يعني كده الايكويشن هكتبها فوق هنا كده، يبقى tan 30 ايكوال 50 بلس الواي اوفر الاكس اللي هي مين؟ اللي هي واي اوفر 10 22. واعمل دي كده بالشيفت كالك، هجيب الواي على طول. انا اسف يا جماعه على اللخبطه دي، انا كنت فاكر ان هي اسهل من كده، ولكن طلعت صعبه شويه. هقول تاني، الراجل ده كان واقف فوق هيل، الهيل ده كان باصص على تاور، التاور اقصر من الهيل. لما بص على التاور لقى ان هو عامل انجل 22 مع التوب وعامل مع البيد 30. بقى عندي اتنين تراينجل، واحد بالازرق الانجل ب 30 والبيس بتاعتنا باكس، يعني على فكره دي يا جماعه اكس اهو، ودي برضو اكس، فاكس ودي 50 بلس واي، والتراينجل اللي فوق دي اكس ودي واي. جبت التان هنا والتان هنا، وبعد كده حاولت اجيب الاكس لوحدها هنا، ودخلت الاكس جوه دي وعملت ايكويشن. ادوني بقى فرصه احسبها. tan 30 اقفل البراكت الفابت ايكوال، حط بقى 50 بلس الفابت اكس تحت بقى، اعمل براكت واعمل فراكشن واعمل الفابت اكس اوفر 10 22 واقفل البراكت فوق وتحت. طلعت الاجابه تقريبا ب 116. يبقى الواي دي كده طلعت ب 116.5. ابلصها على مين بقى؟ ابلصها على ال 50 عشان اجيب التاور كله بكام. طلعت الإجابة 166.5 اللي هي تقريبا 167. ماشي فهمتها بس هو سؤال سئيل. يلا بينا السؤال دوت. هو راسم لك كل حاجة وعايز لك الهايت اوف ذا تري. أولا كده الحتة دي ب 24 برضو. يلا نجيب ده. تعالوا الأول نشتغل على التريانجل اللي بالأحمر، شايفينه؟ عايز حاجة تربط بين الأوبوزيت والأدجيسنت، يبقى تان 22 ايكوال اوبوزيت على الادجيسنت اللي انا عاوز اجيبه. وهعمل سيزر. يعني ايه سيزر؟ يعني 1 باي 24 على tan 22. هسيبها زي ما هي كده. هروح بقى للترينجل اللي فوق، يلا نلونه بالازرق. احنا عايزين نجيب دي، ومعانا دي خلاص. يبقى عايز حاجه تربط بين الاوبوزيت والادجيسنت، تبقى تان. يبقى تان ال 48 ايكوال الاوبوزيت اللي انا عاوز اجيبها، سميها واي على الاكس اللي انا اصلا جايبها، يبقى احطها على طول 24 اوفر 10 22 واحسب بالشيفت كالك. يبقى تان 48 اقفل البراكت الفابت ايكوال فراكشن، حط الالفابت اكس فوق واعمل براكت وافتح فراكشن جديد واكتب 24 اوفر تان 22 واقفل البراكت. طلع الواي ب 65.9. يعني الحته اللي فوق دي 65.9، خلي بالك، وفي معاها 24، يبقى التري كلها 60، يبقى 65.9 ومعاها 24. استنى اكتب على الكالكوليتر، تطلع 89، تطلع 89.9 اللي هي تقريبا 90. اللي هي تقريبا كام؟ 90، اللي هي تقريبا 90.
from a top of a lighthouse. اللايت هاوس ده كان ارتفاعه 25 متر. angle of depression بصيت على 2 بوت. خلاص ده البيز بتاع ماشي. طبعا البعيدة هتبقى 38 والقريبة هتبقى 58. هو عاوز يعرف الديستانس ما بين الاي والبي. هنبدأ بالتريانجل دوت يا جماعة. عايز حاجة تربط بين الأوبوزيت والهايبوتنس. عايز حاجة تربط بين الأوبوزيت والهايبوتنس. يبقى ساين ال 58 equal 25 على الهايبوتنس. تعالوا نسميه بي سي، ومش هحسبه، هعمله بالسيزر وخلاص. 1 باي 25 يبقى 25 على ساين 58. هروح بقى للتريانجل اللي بالأحمر. شايفينه؟ أنا عاوز أجيب دي. الأول أجيب بقية الأناجل. أجيب دي إزاي؟ 180 minus 58 تطلع 122. وأجيب الأنجل اللي فوق دي كمان 180 minus 38 plus 122 تطلع 20. يلا عايز حاجة تربط. لا مش عايز حاجة تربط، أنا هستخدم الساين لو. اللي أنا عاوز أجيبه اسمه اي بي. الأنجل اللي قدامها ب 20 يبقى ساين 20. أنا معايا البي سي على فكرة أهو، هكتبه على طول. يبقى 25 اوفر ساين ال 58 على اللي قدامها، الانجل اللي قدامها اللي هي ساين 38. واعمل شيفت كالك. انا عارف ان هي مرهقه شويه، بس هنعمل ايه؟ طلعت 16.3. طبعا اللي هي تقريبا 16. اللي هي تقريبا كام؟ 16. From a top of a lighthouse. في lighthouse the measure of depression angle. لقينا سفينه، السفينه دي عامله انجل 38. فطبعا لو الدبريشن كده يبقى ده برضو 38. وقال لك ان المسافه ما بين الشيب والبيز اوف ذا لايت هاوس 220. وهو عاوز الهايت. يا سلام، عايز حاجه تربط بين الاوبوزيت والادجيسنت. تان 38 ايكوال هايت على 220. شفت كالك. طلعت يا مستر طيمو ب 171.8 اللي هي تقريبا 172. يلا مسألة سهلة. هات الانجل دي الأول. هات الانجل دي الأول. 180 minus 52 تطلع 128. هنشتغل على الترينجل اللي بالأحمر الأول. هنستخدم الساين لو. أنا عاوز أجيب الحتة المشتركة بين الترينجل ده والترينجل ده. يلا هنكتب 57 على ساين اللي قدامها اللي هي 27. وبعد كده هكتب الاي سي اللي أنا عاوز أجيبها على ساين الانجل اللي قدامها اللي هي ساين 25. مش هحسبها زي ما هي. يبقى 57 ساين ال 25 على ساين ال 27. هروح بقى للترينجل التاني. يلا نعمله بالازرق. عايز حاجه تربط ما بين الاي بي ده اللي هو عاوزه والهايبوتنس. يبقى ساين ال 52 ايكوال الاوبوزيت اللي هو اسمه اي بي على الهايبوتنس اللي هو الاي سي. بس انا بقى مش هكتب اي سي، هكتب ده على طول. يلا هعمل شيفت كالك. طلعت 41.8. طلعت 41.8 اللي هي تقريبا 42. اخر مساله حبايب قلبي. from the point of the ground surface. راجل بص على التوب اوف ذا تاور. التاور ده كان ارتفاعه 50 متر، والراجل لقى نفسه واقف على مسافه اسمها 50 روت 3 من البيز اوف ذا تاور. هو عاوز الانجل اوف اليفيشن. عايز حاجه تربط بين الاوبوزيت والادجيسنت. هتكون تان سيتا ايكوال 50 على 50 روت 3. بعد كده هودي التان الناحيه الثانيه بالشيفت تان. شيفت تان
50 على 50 روت 3 تطلع الإجابة السيتا بكام؟ تطلع الإجابة ب 30. إلى هنا يا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى النهاية. حبايب قلبي أتمنى أكون ساعدتكم. دول 70 سؤال من خيرة أسئلة البيور ماثيماتكس على أول الدروس اللي عندنا في الشهر الأول. صديقي أتمنى أكون ساعدتك. حبيبي استناني في مراجعة الميكانيكس. أشوفك على خير وجود لك في الامتحان. باي باي.